السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الكايزر الحلو ده. هنا كنت جبت العيش وحطيت فيه كاتشب وحطيت فيه همبرجر وحطيت فيه شرايح طماطم. طبعا انا بعمل بالمتاح عندي، اللي عايز يحط جبنة شيدر وكابوتشا يحط، فانا بعمل بالامكانيات الموجودة عشان ما اعقدش حد. وكنت حابة ان انا اشكر كل اللي اشتركوا في قناتي وكل اللي بيدعموني بيقولوا لي كلام جميل. بجد انا متشكرة ليهم جدا جدا، وبشكرهم من جوه قلبي. وكمان يا رب يا رب يحقق لهم كل اللي بيتمنوه، ويحققوا كل حاجة حلوة، ويخلي لهم اولادهم ويبارك لهم في اولادهم. ويلا تعالوا بينا على التحضير. جبت البولة، حطيت فيها 250 ملي مية دافية. خلاص، وبعدين هنزل ب75 جرام سكر، وهنزل بالدقيق بعد كده اللي هو 500 جرام، عليهم معلقتين صغيرين خميرة او 10 جرام خميرة، ومعاهم معلقة صغيرة ملح. طبعا انا كنت بقلب المكونات الخميرة والملح مع الدقيق، ودوبت الاول الدقيق قصدي المية مع السكر، ونزلت بالدقيق وهعجن. طبعا هفضل اعجن اعجن لحد ما العجينة تبقى ايه ناعمة معايا وملساء. خلاص، هي عايزة بس مجهود شوية، بس هي عشان برضو نص كيلو ما اخدتش معايا وقت. هنا كنت عجنتها نص عجنة كده. وهنا بقى هنزل بزيت، اللي هم حوالي 10 جرام زيت، يعني معلقة كبيرة كده زيت. دي بتعمل ايه؟ بتخلي العجينة هشة وبتخليها مورقة لما تحطوها في اخر العجين كده. وابتديت ان انا اعجن كده، هفضل اعجن فيها بقى. خلاص، هفضل اعجنها كويس قوي لحد ما بقت ناعمة معايا كده. وشايفين عاملة ازاي شكلها اتحول خالص. طبعا جبت العجينة سبتها تخمر حوالي نص ساعة، وجبت بقى العجينة وابتديت ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كور. واكور الكورة من دول الاول، اسويها كده اعملها بايدي اهو. خلاص، ولو فيها اي فراغات احاول ان انا ابرمها كويس قوي، واضغط عليها كويس قوي بايدي، والفها واحطها في السمسم اللي فيه حبة مية بساط. خلاص، وانزل على ايه، وانزل عليها بالسمسم او انزل بيها على السمسم. ممكن اللي عايز يحط بيض يحط، مفيش مشاكل، ونرش السمسم كده من فوق. هنا كانت خمرت خلاص، اديتها بخة من البخاخة كده بالمية، رشة كده بسيطة عشان ما تنشفش في الفرن. ودخلتها على فرن 250 درجة مئوية. اخدت وش من تحت وبعدين خدت لون من فوق. شغلت عليها الشواية وغطيت عليها اول ما خرجت من الفرن. وادي شكلها النهائي معايا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتسيبولي تعليق حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.